الجزء الثالث من قصة ستيف وأليكس اللي اتظلموا في حي الشرابية. قصة مش عادية، اسمعوها يا أحلى سميعة. خدوا ستيف يشتغل في القهوة، يكنس ويمسح، وزومبي كان بيزعقله كأنه معلم عليه. أما أليكس غصب عنها خلوها تشتغل خدامة في بيت المعلم إندرمان. رغم الأيام الصعبة كانوا التوأم بيتقابلوا كل ليلة. أليكس كانت تبص لأخوها وتقول: هنرجع لجدتنا إمتى يا ستيف؟ وكان يرد عليها: قريب إن شاء الله، أنا بحاول ألاقي طريقة نهرب بيها من الظلم ده وهنرجع، ما تخافيش يا أختي. الظلم صعب بس الأمل لسه موجود. لايك وشير لو حبيتم الجزء، وتخيلوا نهاية قصتهم ايه يا أحلى سميعة. واستنوا الجزء الرابع على قصص حقيقية مش عادية.